السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ وراجعنا بفيديو جديد. والنهارده هنتكلم عن الترند الموجود في السوق، وهي الساعات الالترا كوبي لابل، وهنقارنها النهارده بساعه براند من شاومي. فطبعا هنا ممكن نزود 300 او 500 جنيه علشان الاثنين يبقى بنفس الفئه السعريه. هنقول ايه المميز هنا وايه المميز هنا. اهم حاجه ما تنساش الاشتراك، ويلا نبدا الفيديو. لو اول نقطه هنتكلم عليها وهي وزن كل ساعه فيهم، يعني لو هنبص للشاومي هنا فوزنها تقريبا عامل 22 جرام. طب لو هنبص للاتش كي هنا هتلاقي وزنها عامل حوالي 51 جرام. يعني لو هنبص لساعه الشاومي هنا هتلاقي اخف النص، يعني هنا في الاتش كي وزنها مرتين من وزن الشاومي. بس دي مش هنحسبها ميزه او عيب، لان كل واحد ليه راي خاص. يعني انا في الشغل مثلا بحب حاجه تبقى خفيفه في ايدي عشان بتنقل كتير والحر والكلام ده كله، فعايز حاجه خفيفه زي الشاومي. وساعات ببقى في مناسبات وكده عايز حاجه تقيله عشان احس ان انا لابس حاجه بريميوم، فاختار الاتش كي. لو هنتكلم بقى عن النقطه الثانيه وهي الخامات، لو هتبص للشاومي هنا فهتلاقي الساعه كلها جايه لك من البلاستيك، على عكس هنا الاتش كي جايه لك مش هنقول من التيتانيوم لكن جايه لك هنا من المعدن. طبعا الخامات في الاتش كي هنا هتلاقيها افضل. لو هنبص النقطه الثانيه وهي الزراير، يعني هنا في الشاومي هتلاقي عندك زرار واحد بس وهو زرار باور، على عكس هنا الاتش كي زي ما اتفقنا قبل كده عندك زرار باور او البكره دي، عندك الزرار هنا بتاع القوائم المفتوح عندك، ومن الناحيه الثانيه هتلاقي عندك هنا الزرار بتاع النمط الرياضي، وعندك السماعه الخارجيه. زي ما اتفقنا هنا في شاومي مفيش الا زرار بتاع الباور. لو هتبص في ظهر كل ساعه هنا هتلاقي عندك طبعا السنسور بتاع الشاومي هنا، وعندك هنا السنسور بتاع الاتش كي، عندك هنا الزراير بتاعت الاستراب وهنا الزراير بتاعت الاستراب، وهنا عندك طبعا السنين دول بتوع الشحن بتاع الشاومي. وطبعا هنا الحته دي هي اللي بتشحن برضو، ففي ماجنتيك. بس طبعا زي ما اتفقنا قبل كده الماجنتيك في الشاومي ممتاز جدا. لو هنتكلم في حجم الشاشات، طبعا انت ملاحظ هنا في الاتش كي هتلاقي الشاشه اكبر من الشاومي. يعني لو هنيجي نفتح الساعتين مثلا ونشوف الاسرع، بس اول حاجه كده هتلاقي هنا ال HK فتحت اسرع من الشاومي. لو هنتكلم بقى عن الشاشات فعندك هنا في الشاومي جايه بمقاس 1.5 انش، وطبعا من نوع TFT. ولو هنتكلم عن ال HK هنا فجايه بمقاس 2 انش وجايه من نوع اموليد، ودي طبعا هتبقى لصالح ال HK هنا الشاشه اموليد، فهتبقى حاجه ممتازه جدا في ال HK، على عكس زي ما اتفقنا من شاومي ان الشاشه هنا TFT مش هتبقى وحشه، لكن طبعا الالوان تبقى افضل جدا في الاتش كي. ولو هنتكلم بقى عن الاستحواذ، فانت لو ملاحظ هنا الاستحواذ في الاتش كي هتلاقيه افضل بكتير، يعني الحواف هنا هتلاقيها قليله جدا، على عكس الشاومي هنا هتلاقي الاستحواذ مش قد كده، فطبعا هتبقى برضو لصالح ال HK. لو هنيجي نظام كل ساعة هنا طبعا هيبقى كل نظام مختلف عن التاني، بس لو ضغطنا على الباور هنا وضغطنا على الباور هنا هتلاقي كل ساعة تنزل لك القوائم بتاعتها. لو هنبص في القوائم بتاعت الشاومي هنا هتلاقي القوائم جاية بالشكل المستطيل، على عكس هنا تقليد للابل واتش. بس طبعا لو بصيت هنا هتلاقي النظام اسرع بكتير من اللي موجود في الشاومي، ودي حاجة انا شايفها كويسة جدا في الاتش كي. حتى استجابة اللمس او التاتش هنا هتلاقيه احسن بكتير في الاتش كي عن الموجود في الساعة في الشاومي هنا، لان الساعة هنا المعالج بتاعها مش هيبقى قوي زي المعالج الموجود في الساعات او في الساعة دي عامة، هتلاقي المعالج اقل شوية. فهنا استجابة اللمس او الحركة هتلاقيها افضل طبعا في الاتش كي. طب لو هنتكلم برضو عن القوائم فهتلاقي القوائم اللي هنا هي مفيش اي اختلاف، يعني الساعات او الساعات الحرارية او كالوري، النوم العميق، الكاميرا، الموسيقى، التاكس، المنبه، الحاجات دي كلها هتلاقيها موجودة هنا مفيش اي اختلاف. بس طبعا هتلاقي هنا في ميزة او حاجة مميزة وهي الاتصال، انك هنا ممكن تعمل اتصال من الساعة. يعني لو التليفون حتى في جيبك ممكن تطلع انت رقم او تطلب الرقم وتتصل من الساعة مفيش اي مشكلة، على عكس هنا الشاومي هنا بتظهر لك بس الرقم المتصل، ممكن تكنسل عليه او تعمل له صامت. فدي بس دي اقصى حاجة ممكن تعملها في المكالمات في ساعات شاومي. ولو هنتكلم عن ميزة برضو موجودة في الشاومي مش موجودة في الاتش كي، وهي الحاجات الطبية والنمط الرياضي. طبعا هنا هتبقى معتمدة بنسبة كبيرة جدا، وقبل كده كنا عاملين مقارنة ما بين الأجهزة الطبية والأجهزة الرياضية بالساعة، وكانت الأرقام هي مفيش أي اختلاف. لو في اختلاف
اختلاف هتبقى حاجه بسيطه جدا، على عكس هنا بتبقى الحاجات الرياضيه او الحاجات النمط الطبي هتلاقيها حاجات فيك الى حد كبير. طب استكمالا للنظام، لو هتبص لكل ساعه هنا، يعني لو نزلت من فوق هنا هتلاقي الاشعارات، ونفس الحكايه في الشاومي هتلاقي برضو الاشعارات مفيش اي اختلاف. لو طلعنا لفوق هنا هتلاقي اللي هو التدخل السريع، الايقونات اللي انت لو عايز تتحكم في الساعه بطريقه سريعه، فبرضو هنا مفيش اي مشكله. ولو هتيجي تسحب كده من اليمين برضو هتلاقي نبضات القلب في كل ساعه، وانت بقى بتختار ايا كان، فهتلاقي الاتنين متشابهين الى حد كبير، مفيش اي اختلاف. بس بصراحه لو هتتكلم فعندك في الاتش كي هنا هتلاقي النظام بتاعها هتلاقيه مرتب اكتر، او في اشكال اللي هي الالوان والكلام ده كله، هتحس ان النظام حي معاك اكتر من اللي موجود في الشاومي. لو هنيجي بقى ازاي نركب الاستراب بتاع كل ساعه، لو هتبص لساعه شاومي هنا هتلاقي جاي لك كتفين من الساعه او هيكل الساعه، وده بتجيب الاستراب عندك عادي مفيش اي مشكله، وتدخله في الكتف بتاعك من هنا، فهتلاقي عندك الساعه ركبت مفيش اي مشكله. طبعا الساعه عندك هنا بتلاقيها ده اقصى حاجه ممكن الاستراب يتفرد معاك، يعني هتلاقي الحته دي ثابته على الجزء ده، وانا النظام ده بصراحه مش حابه، بس ده الهيكل بتاع الساعه. لو هنيجي بقى هنا للاتش كي زي ما اتفقنا قبل كده، هتلاقي عندك هنا ده الجزء بتاع الاستراب، فهتيجي بالاستراب بتاعك هنا وتيجي وتدخله من الناحيه دي كده مفيش اي مشكله، وهتلاقي الساعه عندك مفروده مفيش اي مشكله. نقطة مهمة جدا برضو مش عايزين ننساها، ان ساعة شاومي هنا ضد المية، يعني انت لو حطيتها في المية هنا مفيش اي مشكلة، على عكس طبعا ساعة الاتش كي مش ضد المية. لو هنيجي للبطارية هنا في شاومي ممكن تشحنها في حوالي ساعة الا ربع من 0 ل100%، ودي حاجة انا شايفها ممتازة جدا، انك ممكن تشحن بطارية ساعة ممكن تقعد معاك حوالي 5 ايام شغل متواصل، انك تشحنها في ساعة الا ربع، فدي حاجة انا شايفها من قوة الساعة هنا، فدي حاجة كويسة جدا، على عكس الاتش كي هنا اللي انت ممكن تشحنها في حوالي 3 ساعات او 3 ساعات ونص علشان تديك شغل متواصل حوالي 3 ايام، فدي حاجة طبعا انا شايفها مش حلوة، يعني انا شايفها في شاومي هتكون افضل بطريقة كبيرة. طب من الاخر كده، لو هنتكلم عن ساعة شاومي هنا، فانت اول حاجة ممكن نتكلم عليها وهي الاعتمادية. يعني الساعة هنا معتمدة انها هتعيش معاك لفترة اطول. وهنتكلم نقطة تانية، ان انت هتعتمد عليها اعتماد كلي في النمط الرياضي او النمط الطبي. الارقام بتاعتها بتبقى قريبة جدا للاجهزة الطبية والارقام الطبيعية. وهنتكلم تاني ان الساعة هنا قابلة للغطس، يعني ممكن تغطس بيها في المية العذبة. انا ما جربتش بصراحة المية المالحة. وهنتكلم برضو عن البطارية، وهي البطارية انها هنا تشحن في وقت اسرع وبتقعد وقت اطول. طب لو هنتكلم بقى عن الاتش كي، فهتتكلم اول حاجه ان الخامات بتاعتها هتحسها بريميوم، يعني الخامات بتاعتها ممتازه جدا عن الشاومي. هتتكلم ان الشاشه هنا ممتازه جدا، الشاشه اموليد والاستحواذ بتاعها كويس جدا. هتتكلم برضو في نقطه ان المعالج بتاعها اقوى. هتتكلم ان الساعه من جوه النظام بتاعها انا شايفه غني عن الشاومي. وهنتكلم برضو في نقطه ان الاكسسوارات بتاعتها متوفره بشكل كبير في السوق، فممكن تغير الاكسسوارات تحس ان انت غيرت الساعه. فدي كانت مقارنه بسيطه ما بين ساعه اعتماديه من شاومي وساعة من الساعات الالترا اللي نازلة في السوق. اهم حاجة ما تنساش الاشتراك، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.